خد بسرعه، اللي بيحصل ده اغرب حاجه ممكن تسمعها في حياتك. مانشستر سيتي كده خلاص، شكرا خلاص. مانشستر سيتي من 4 5 ايام جابوا نيكولاس جونزاليس من بورتو ب 60 مليون ارنب على الترابيزه عشان يعوض غياب رودري المصاب. النهارده مانشستر سيتي بيلعبوا في الكاس مع فرقه مش في الشامبيونشيب. الفرقه دي مش في الشامبيونشيب، مش في الدرجه الثانيه، في الدرجه اللي تحت الشامبيونشيب اللي هي الدرجه الثالثه المفروض. في الدقيقه 20 الشاب ده اتصاب وخرج، وشكلها اصابه مطوله كده، وشكله هيقعد جنب رودري برضه. واخو صنوف لسه جايب جول ولحقهم بالتعادل يعني. وهتقول لي عادي ممكن يرجعوا في النتيجه برضه، بيلعبوا فرقه تعبانه، مش يعني اي كلام، بس مش دي المشكله خالص. مش هقول لك شوف خوسانوف ده قدام تشيلسي كان عامل ازاي، لان الماتش ده ماتش سهل يعني، فعادي ان هو ممكن يعمل اداء كويس فيه، بس برضه مش دي المشكله. ان انا حبيب قلبي عمر مرموش اللي يا رب يا رب يا رب يتالق في الماتش ده، او حتى يا عم في الماتش الجاي او اي ماتش يعني، نفسي يتالق، نفسي يعمل اسيستايه حتى واحده. هو حسب سوفا سكور، هو بعد 70 دقيقه من الماتش اللي هم لعبوه ده، عمر مرموش أسوأ لاعب في مانشستر سيتي حسب التقييم. عمر مرموش اول ماتش جه لعبه قدام تشيلسي في الدوري الانجليزي، بعديه قدام ارسنال، بعديه قدام ريال مدريد في دوري الابطال، وهيخلص يطلع على ليفربول، توتنهام، مانشستر يونايتد. في ايه يا عم؟ ما ترحموا ابننا شويه، انتوا جايبين ساحر ولا ايه؟ اصابات ورا اصابات ورا اصابات، وفايتك كتير.